مرحبا بكم إلى الدرس 11 من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر للمبتدئين. في الدرس السابق رأينا كيف نحول الجملة المثبتة إلى جملة منفية، لأننا كنا نتحدث عن النوع الأول من الجمل والذي هو Declarative Affirmative Sentence. في هذا الدرس سوف ننتقل إلى النوع الثاني من الجمل وهو Interrogative Sentence، جملة السؤال. كيف نحول الجملة الإخبارية المثبتة إلى سؤال. هيا بنا. إذن النوع الثاني هو، اكتبوا معي Number 2 Interrogative Sentence. إذن جملة السؤال Interrogative Sentence، جملة السؤال. إذن أعطيكم جملة مثبتة ونحولها إلى سؤال. إذن هذه الجملة هي My car is black. سيارتي سوداء. My car is black. إذا أريدكم أن تتأملوا في هذه الجملة. ستلاحظون بأنها جملة تحتوي على verb to be. إذا كانت عندنا جملة فيها verb to be ماذا نفعل؟ نعم، نضع verb to be في مقدمة الجملة. إذا نقول is my car black، ولا ننسى question mark، علامة الاستفهام. Is my car black؟ Is my car black؟ إذن الأمر سهل. لماذا؟ لأن في الجملة الأولى عندنا verb to be. إذن نضعه في مقدمة الجملة و question mark. أعطيكم مثال آخر. You are American. أنت أمريكي. You are American. You are American. إذن في الجملة لدينا verb to be. إذن نضعه في بداية الجملة. نقول Are you American? Question mark. Are you American? إذن الأمر سهل جدا حينما يكون لدينا verb to be في الجملة. فقط نضع verb to be في مقدمة الجملة و question mark. سهل جدا. إذن آخر مثال يحتوي على verb to be. ثم ننتقل إلى الجملة التي ليس فيها verb to be. إذن هيا بنا إلى الجملة الثالثة. نقول This is my family. هذه عائلتي. This is my family. This is my family. إذن ماذا نفعل؟ نعم، الأمر سهل جدا. إذا نستعمل Is this my family? Is this my family? هل هذه عائلتي؟ Is this my family? ماذا لو قلت لكم هذا التعبير وطلبت منكم أن تضعوا لي هذه الجملة في السؤال. I am a student. أنا طالب أو تلميذ. I am a student. إذن الجملة في السؤال نعم نقول am في بداية الجملة. إذن Am I a student؟ هل أنا تلميذ؟ Am I a student؟ Am I a student؟ إذن الأمر سهل جدا. عندما يكون لدينا verb to be نضعه في بداية الجملة و question mark. الآن ننتقل إلى الجملة التي ليس فيها verb to be. أنا أعمل بجد. I work really hard. I work really hard. أنا أعمل بجد. إذن ليس هنا verb to be. صحيح؟ ليس لدينا am. إذن لدينا فعل to work. أنا أعمل بجد. في هذه الحالة سوف نستدعي verb to do. Verb to do
سوف يساعدنا في صناعة السؤال، لأن verb to do هو الذي سوف يأتي في بداية الجملة وليس verb to be. إذا نستدعي verb to do ونضعه في بداية الجملة، فنقول Do I work really hard؟ هل أنا أعمل بجد؟ Do I work really hard؟ هل أنا، أنت تسأل عن نفسك. Do I أوكي؟ Do I. كذلك You speak English. You speak English. إذن في هذه الحالة نعم نستدعي verb to do. إذا نقول do لأن ليس لدينا verb to be هنا، نقول do you ثم الضمير do في البداية. Do you speak English؟ وهكذا مع جميع الأفعال التي ليس أو مع جميع الجمل التي ليس فيها verb to be. مثال آخر، وهذه المرة يجب أن تنتبهوا لأن verb to do سوف يصرف. إذا نقول she هي prepares تعد my breakfast. هي تعد فطوري، بمعنى هي تعد فطوري كل يوم مثلا every day. إذا ليس لدينا هنا verb to be صحيح، ولكن عندنا she والفعل الذي يأتي بعد she يكون مصرفا نضيف له s، هكذا في present simple. إذا حينما ندخل verb to do أيضا سيصرف، سوف نضيف له s. إذا لاحظوا do نضع له s، ولكن s لا يأتي مباشرة مع O، فنزيل s ونضع قبله e ثم s. لماذا صرفنا verb to do؟ لأنه جاء مع she، والفعل الذي يأتي بعد أو مع he she it نضع له s. إذا انظروا does she. إذا نحن حينما أدخلنا verb do ليساعدنا في السؤال نحتاج إلى أن نصرفه، لأنه جاء مع he أو she أو it أو مع singular noun اسم مفرد. لذلك لا نقول do she like do I or do you، بل نقول does she، ثم نأتي بهذا الفعل غير مصرف لأنه قد سبق وأن صرفنا الفعل الأول يصرف، الثاني لا يصرف. Does she prepare my breakfast؟ Does she prepare my breakfast؟ Does she prepare my breakfast؟ إذن في حاجة إلى مثال آخر لكي تفهموا القاعدة. أوكي، سوف نستحضر الآن بدل she سوف نستحضر ضمير he. إذن نقول he plays، قلنا الفعل الذي يأتي مع he she it نضع له s، لأن هذا هو أو هذه قاعدة present simple الزمن الحاضر. أقول I play you play بدون s، ولكن مع he she it نضيف s للفعل. إذا he plays مثلا football. He plays football. إذا كيف أقول هل يلعب كرة القدم؟ طبعا نستدعي verb to do، و do في هذه الحالة لن يبقى هكذا لأنه جاء مع he، سوف يأتي مع he، إذا سوف يصبح ب s، وقلنا s لا تأتي مباشرة مع o، هذه هي قاعدة. إذا كان لدينا فعل ونريد أن نصرفه وهذا الفعل ينتهي ب O، ضروري أن نفصل بين O و S ب E، نقول does، هكذا تصبح does. إذا does he ثم play غير مصرفة لأن S هاته صرفت أو جاءت مصرفة
في فعل do. اوكي does. إذا هذه الاس تزول من play لأنها التحقت ب does he play football و question mark. Does he play football? Does he play football? أظن أن القاعدة أصبحت سهلة. Does he play football? أوكي إذا سوف نقارن الآن he مع مثلا you. You play football. إذا السؤال من هذه الجملة نقول do you. أوكي لاحظوا do وليس does. قلنا does مع he she it. Do you play football? Do you play football? Do you play football? إذا هذه هي الطريقة التي نصنع بها السؤال في اللغة الإنجليزية. إذا آمل أصدقائي أنكم قد استفدتم، وإلى درس مقبل مع الجملة الثالثة والتي سوف تكون جملة الأمر imperative sentence. إلى ذلكم الحين أراكم بخير، مع السلامة.